التصويت هو ايجابي، التصويت على فقره محاضرين واداريين هو ايجابي، ولكن ما نثق ابدا الا ان تخرج التوصيات ونتاكد بشمول جميع المحاضرين والاداريين المتعاقدين. شو خلينا نكررها هاي؟ شمول جميع المحاضرين والاداريين المتعاقدين. موضوع في مجلس الوزراء انطرح رسمي وصار عليه تصويت، ولكن كانت عقدين لمجلس الوزراء اللي هي فقرة تخص المحاضرين. كل العقود هي اكيد ثبتت اللي هم على قرار 315 وقت، بس اللي هي المحاضرين تهمشنا وتعبنا سنوات طوال، ظلينا بخدمة بالمجان، بالقوة حصلنا اللي هو قرار 315. فميزانية خير من الله، وجاي نطالب بحقوقنا حال بقية الشرائح اللي مثل الكهرباء غيرها وغيرها. هسه لحد الآن ماكو لا صدر كلام ولا صدرت فقرة تخص المحاضرين وتثبيتهم. والله الأيام القادمة يعني إنه يمكن المحافظات تسوي اعتصام كل من بمحافظته، يعني إنه اللي هو إضراب يسوون إضراب، ويعني إذا صار اكو نقص بالمدارس فاكيد راح يتجهون لنا، واحنا بعد هاي الشارع العراقي كلها يعرفون بقضيتنا. مجلس الوزراء وتم اخذ التصويتات اللازمه لحقوق المحاضرين.